بسم الآب والابن والروح القدس لا واحد امين. النهارده هنراجع مع بعض دروس شهر ديسمبر لمادة الدين المسيحي الصف الخامس الابتدائي المحور الثاني الترم الاول. تمام. احنا هنراجع على دروس اللي احنا اخدناها في شهر ديسمبر. هتلاقوا فيه برضو فيديو تاني في مراجعة شهر نوفمبر، وفي فيديو كمان مراجعة شهر اكتوبر. فقبل الامتحان تتفرجوا على 3 فيديوهات، اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، يبقى كده رجعتوا على المنهج بتاع الترم الاولاني. تمام. نبدأ مع بعض. اللي يقدر يصور ياخد سكرين من الفيديو، ياخد سكرين ويطبعه ويحله، مفيش مشكلة، او يكتبه زي ما انتوا عايزين. تمام. يلا بينا مع بعض نبتدي ونجهز الورقة والقلم ونحل سوا مع بعض. الدرس الثالث قوة الصلاة والصوم. الآية بتاعته اللي احنا طبعا هنحفظها مع بعض: أما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. كمان مرة: أما هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. متى إصحاح 17 آية 21. تعالوا نبتدي نحل سوا. مكث السيد المسيح كام يوم على الجبل في الصلاة والصوم؟ طبعا قعد كام يوم؟ 40 يوم. تمام، 40 نهار و40 ليلة. طلبت أستير من الشعب أن يصلي كام يوم؟ يصلي ويصوم كام يوم؟ 3 أيام. 4 ولا 5 ولا 3؟ طبعا 3 أيام. باع الأنبا أنطونيوس ممتلكاته ووزع ثمنها على الفقراء ولا الخمر ولا الأصدقاء؟ طبعا الفقراء. القديسة دميانة كانت تعيش حياة الصلاة والصوم مع كم عذارى؟ 40 ولا 50 ولا 60؟ طبعا 40. الصلاة والصوم تعطينا نصر على المال ولا الشيطان ولا الخمر؟ طبعا الشيطان. اذكر شخصيات تدل على أهمية الصلاة والصوم. طبعا احنا أخذنا سيد المسيح اللي علمنا أول حاجة إن بالصلاة والصوم ننتصر على الشيطان. خدنا كمان إن احنا عشان نفهم كلمة ربنا ونستلمها زي موسى برضو بنحتاج لصلاة وصوم. عشان ننتصر على التجارب طبعا محتاجين صلاة وصوم زي أستير وشعب إسرائيل، كمان زي الشهداء. ومن خدنا مثال القديسة دميانة نقدر نقف بثبات ونعترف بالإيمان. كمان ان احنا نسلك بطهارة وبر برضو محتاجين صلاة وصوم، وده خدنا مثال زي الأنبا أنطونيوس. تمام. يبقى احنا هنكتب هنا الشخصيات، عندنا مين بقى ومين، وعندنا كمان يونان صام 3 أيام في بطن الحوت، وعندنا كمان أهل نينوى، دول مثال للتوبة. تمام. يبقى احنا كده خدنا سيد المسيح وموسى، وخدنا يونان وأهل نينوى، وخدنا أستير وشعب إسرائيل وقديسة دميانة وأنبا أنطونيوس. تمام. كل دول هنكتبهم هنا. تعالوا نحل الدرس الرابع بقى: التعاون وليديا تساعد الرسل. نراجع الآية بتاعتنا: لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. عبرانيين إصحاح 6 آية 10. نراجع طبعا الآية مع بعض ونحفظها. لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه. عبرانيين 6 آية 10. هنعمل السؤال الأولاني ده صح أو غلط. كانت هناك مدينة يونانية يجتمعن البنات للصلاة. طبعا دي صح. كانت المدينة هي مدينة فيليبي. مدينة فيليبي هي أول مدينة يكرز فيها بولس الرسول. صح. أول مدينة طبعا في أوروبا. تمام. طيب كانت ليديا بائعة عطور. غلط. كانت بائعة ايه؟ أرجوان، زهور الأرجوان. اعتمدت ليديا هي وأهل بيتها على يد بطرس الرسول. طبعا ده غلط، على يد بولس الرسول. 5. كانت ليديا تساعد الرسل في الكرازة بالمدن آسيا وأوروبا. طبعا دي غلط، كانت في أوروبا. تمام. اذكر كيف آمنت ليديا بالرب يسوع. طبعا ليديا آمنت بالرب يسوع عندما جاء بولس الرسول لضفة النهر حيث تجتمع النساء للصلاة، نساء اليهوديات للصلاة، وكلمهم عن السيد المسيح، وآمنت هي وأهل بيتها واعتمدوا على اسم الرب يسوع.
ما هي وظيفة ليديا بائعة أرجوان؟ المقصود بهذه المهنة هي بيع زهور الأرجوان اللي كان يستخرج منها صبغة حمراء لصبغ ثياب الملوك. اكتب قانون الإيمان كاملا. هنكتبه طبعا: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. تمام، ده هنكتبه ايه هنا في النقط، وطبعا يا ريت نكون حافظينه، ده حاجة مهمة جدا. تمام، نيجي للدرس الخامس: الرفق بالحيوان وحمارة بالعام. نراجع الآية مع بعض. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ لوقا إصحاح 12 آية 6. نراجع تاني مع بعض الآية وياريت نحفظها برضو. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ لوقا إصحاح 12 آية 6. هنوصل العمود أ بالعمود ب. السؤال الأولاني: بالعام معروف إنه طلب الملك من بلعام، طلب الله من بلعام، حمارة بلعام، سمع بلعام صوت إنسان يحدثه. تعالوا بقى نشوف. أن لا يلعن شعب بني إسرائيل، يبقى أكيد طبعا الله طلب من بلعام أن لا يلعن شعب إسرائيل. أبصرت الأتان ملاك الرب واقفا ولم تتحرك. تمام، طبعا ايه حمارة بلعام. الأتان فتح الرب فمها ودار بينهم حديث. تمام، ده اللي هو ايه اللي سمع بلعام صوت إنسان يجادله. الذي يباركه يكون مبارك والذي يلعنه طبعا هو ايه بلعام، هو اللي كان معروف ان هو نبي، اللي بيباركه بيكون مبارك واللي بيلعنه يكون ملعون. أن يلعن شعب بني إسرائيل، طبعا ده طلبة الملك باراك من بلعام. تمام، طيب لماذا أتان بلعام لم يتحرك؟ لأنه شاهد الملاك واقف وفي يده سيف مسلول. كم مرة ضرب بلعام الأتان؟ 3 مرات. لماذا بلعام أخذ الفلوس من الملك؟ ليلعن شعب إسرائيل. ما هي الفكرة الشريرة اللي فكر فيها بلعام؟ أن يشير للملك باراك بأن يجعل شعب بني إسرائيل يعبد الأصنام فيترك الله والله يغضب عليه فبالتالي يكون ملعون. ماذا طلب الله من بلعام نحو شعب إسرائيل؟ طلب من بلعام ربنا طلب من بلعام أن هو يبارك شعب بني إسرائيل. الدرس السادس: التعامل مع المختلف. القديس نيديموس الضرير. الآية تعالوا نراجعها ونراجع حفظها مع بعض. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أفسس إصحاح 4 آية 32. نقولها كمان مرة: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أفسس 4 آية 32. هنصلح الكلمة اللي في كل عبارة. مخترع طريقة القراءة والكتابة البارزة هو ايه؟ برايل، مش اديسون طبعا. واللي قبل من برايل كمان هو مين؟ القديس ديديموس. ولد القديس ديديموس بمدينة المنوفية. اتولد بمدينة ايه؟ الاسكندرية. اخترع ديديموس طريقة الكتابة والقراءة عن طريق السمع، عن طريق اللمس. كان ديديموس سند قوي للبابا كيرلس.
ضد أريوس؟ بابا أثناسيوس. يختار البابا الإسكندرية مديرا لمدرسة الإسكندرية هو تيموساوس؟ لا طبعا هو ديديموس. تمام، اختار بابا الإسكندرية اختار مدير لمدرسة الإسكندرية اللي هو ديديموس. لماذا اختار البابا الإسكندرية اللي هو القديس أثناسيوس الرسول ديديموس إن هو يكون مدير مدرسة الإسكندرية؟ لأنه شاف إن القديس ديديموس البصير عالما في كل المجالات الروحية والعلمية، وبصيرا بكل العلوم الروحية واللاهوتية، وفعلا كان عند حسن ظنه، وقيل عنه إن هو ثقف كل شعب مدينة الإسكندرية. ما هي بدعة أريوس؟ هي إنكار لاهوت السيد المسيح. ما هي ألقاب القديس ديديموس؟ بنقول عليه البصير، بنقول عليه الرسولي، بنقول عليه النبي. نشوف الدرس اللي بعد منه هو درس المحفوظات، نراجعها مع بعض كده. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق بيسوع المسيح صار. يا ريت نحفظ المحفوظات دي كويس قوي ونصليها الصبح أول ما نصحى وبالليل قبل ما ننام، هتلاقوا نفسكم حفظتوها. تمام، واحنا بنصليها أصلا في صلاة باكر. تعالوا نراجع بقى على أسئلة كده شاملة لكل دروس بتاعت شهر ديسمبر مرة واحدة. تعمد المسيح في نهر الأردن على يد مرقس ولا يوحنا المعمدان ولا توما؟ طبعا يوحنا المعمدان. بعد المعمودية ذهب المسيح بقوة الروح القدس إلى برية ولا نهر ولا صحراء الأردن؟ طبعا برية. جاء الشيطان ليجرب الرب يسوع لمدة كم يوم؟ 40 يوم. قال الرب يسوع: هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. طلبت أستير من شعبها أن يصوم ويصلي 7 ولا 4 ولا 3 أيام؟ طبعا 3 أيام. دعا الله موسى وصعد إلى جبل سينا ولا الزيتون ولا الجلجثة؟ طبعا جبل سينا. ظل الله يتحدث لموسى كم يوم؟ 55 ولا 77 ولا 40 يوم؟ طبعا 40 يوم. أعطى الله لموسى 3 ولا 6 ولا 10 وصايا؟ 10 وصايا. قال الله ليونان: اذهب إلى مدينة فلسطين ولا الأردن ولا نينوى؟ طبعا مدينة نينوى. أعد الله ليونان حوت ولا وحش ولا عاصفة؟ طبعا حوت. كانت توبة أهل نينوى ولا مصر ولا اسكندرية قوية؟ طبعا أهل نينوى. كان والد دميانة اسمه بطرس ولا مرقس ولا يوحنا؟ طبعا مرقس. تمام، شوف السلايد اللي بعده. رفضت إغراءات دقلديانوس ورفضت السجود للأوثان. مين هي؟ دميانة ولا هيلانا ولا العذراء مريم؟ طبعا القديسة دميانة. باع ممتلكاته كلها ووزع ثمنها على الفقراء. يوحنا ولا أنطونيوس ولا مرقس؟ طبعا القديس أنطونيوس. مين أنا؟ أبي مرقس، وكنت بحب المسيح ورفضت إغراءات الملك دقلديانوس. طبعا هنكتب هنا مين؟ دميان. بعد معموديتي من يوحنا ذهبت لبرية الأردن وجربت من الشيطان 40 يوم. مين طبعا؟ سيد المسيح. مين أنا؟ أمر الملك أن يتخلص من شعبي فصمنا وصلينا إلى الله لكي يستجيب. طبعا الملكة أستير. صعدت لجبل حريب وتحدثت مع الله وأعطاني الوصايا 10 مكتوبة. طبعا مين؟ موسى النبي. مين أنا؟ رجعت وسمعت كلام الله وذهبت إلى نينوى لكي يتوبوا عن خطاياهم. طبعا مين؟ يونان النبي.
مين أنا؟ بعت ممتلكاتي وعشت في مغارة وشاركت البابا أثناسيوس في الدفاع عن الإيمان ورافقت الشهداء حتى ساحة الاستشهاد. طبعا مين؟ الأنبا أنطونيوس. أكمل الآتي بكلمة مناسبة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون وسكنوا في الجبال والبراري. الصوم والصلاة هما اللذان عملوا بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم. الصوم والصلاة هما الذين عمل بهما شعب إسرائيل وأنقذهم من الموت. الصوم والصلاة هما الذين عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى النبي حتى أخذ الناموس والوصايا. الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين كما قال الرب يسوع. نشوف السلايد اللي بعده. مدينة فيليبي تقع في اليونان. صح. من ضمن النساء الذين يصلين لله كل يوم سبت هي ليديا. صح. كانت النساء يعرفن كثيرا عن الله وعن السيد المسيح. لا، ما كانوش يعرفوا كتير عن السيد المسيح. كان توما الرسول في هذا الوقت يبشر في فيليبي. لا، بولس الرسول. كان يرافق بولس الرسول في رحلته لفيليبي سيلا ولوقا وتيمساوس. صح. فيليبي هي عاشر مدينة يبشر فيها بولس الرسول. هي أول مدينة في اليونان يبشر فيها بولس الرسول، يبقى دي غلط. تقابل بولس مع ليديا عند القصر. غلط، عند ضفة النهر. كانت ليديا تبيع الأرجوان. صح. الأرجوان كان يستخدم صبغته في لبس الملوك. صح. آمنت ليديا وأهل بيتها بكلام بولس الرسول عن الرب يسوع. صح. أصبحت ليديا خامس شخص يؤمن في مدينة فيليبي. غلط، هي أول شخص. نشوف السلايد اللي بعده. أصبح بيت ليديا أول كنيسة في أوروبا ومقر إقامة الرسل. صح. ساعدت ليديا الرسل في الكرازة وخدمة الفقراء. صح. يوصينا الكتاب المقدس بالتعاون وعدم الأنانية. صح طبعا. نحن جميعا أعضاء في جسد واحد كما يعلمنا الكتاب المقدس. صح. السؤال اللي بعد كده نختار الإجابة الصحيحة. تقابل بولس مع ليديا عند النهر في مدينة اسكندرية ولا قنا ولا فيليبي ولا أسيوط؟ طبعا فيليبي. تعاون سيلا لوقا تيموساوس ولا كل ما سبق في مساعدة بولس؟ طبعا كل ما سبق. أصبح بيت ليديا أول ولا عاشر ولا خامس ولا تاني كنيسة في أوروبا؟ طبعا أول كنيسة. خدمة الوعظ تحث الناس على التوبة ولا العطاء ولا التناول ولا الصلاة؟ طبعا التوبة. الرب يسوع يأتي ليدين الأحياء والأموات. السيد المسيح هو ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نشوف السلايد اللي بعده. الله خلق العالم وكل ما فيه من مخلوقات وكائنات حية من أجل الإنسان. صح. الله ميزنا عن الحيوانات بأنه خلقنا على صورته ومثاله. صح. بالعام ابن باعور نبي من يباركه يصير مباركا ومن يلعنه يصير ملعونا. صح. بالعام رجل محب للمال ويعمل من أجل مصلحته الشخصية. صح. أجرة العرافة مال يقدم للعرافين والسحرة نظير محصول يبيعونه. لا، مش محصول، نظير مثلا لعنة أو بركة بيبيعوها أو حاجة زي كده يعني، أو تنبؤ أو كده. تمام، يبقى دي غلط، مش محصول طبعا، هم مش فلاحين. إذا سقط الشعب في الخطية وعبدوا الأوثان يصير الشعب ملعونا؟ صح. فتح الرب فم الأتان ومدحت بالعام؟ لا طبعا، دي عدبته. غلط. كشف الرب عن عينيه بالعام فأبصر ملاك في الريف وفي يده خشبة؟ لا، ملاك الرب وفي يده سيف. وقف بالعام أمام الملك ولم يستطيع أن يلعن شعب إسرائيل. صح. الله أوصانا بأن نتسلط على الخليقة ونعملها بقسوة؟ لا طبعا، نعملها برحمة. ده غلط. وصل. ولد ديديموس في مدينة الإسكندرية. فقد ديديموس بصره في سن الرابعة. تعلم ديديموس القراءة والكتابة عن طريق نحت الخشب. شاركوا في الدفاع عن الإيمان بقوة وشجاعة البابا أثناسيوس. من القائل تعلم الهندسة التي تحتاج إلى النظر أكثر من غيرها؟ القديس جيروم.
هنكتب هنا قديس جيروم. طوباك لأن لك عيون الملائكة التي ترى الأمور الإلهية بوضوح، طبعا اللي قالها الأنبا أنطونيوس. نشوف السلايد اللي بعد كده. ولد ديديموس في مدينة أسيوط سنة 313، غلط. أصيب ديديموس بمرض في عينه في سن العاشرة، برضو غلط، ومن سن 4 سنين. تعلم ديديموس الكتابة عن طريق نحت الخشب، صح. تعلم ديديموس علم الموسيقى، لا ده اتعلم علوم كتيرة خالص، يبقى دي غلط. رافق ديديموس البابا أثناسيوس للدفاع عن بدعة أريوس، للرد على بدعة أريوس مش للدفاع عن بدعة أريوس، تمام. يبقى السؤال ده غلط. للرد على بدعة أريوس أو للدفاع عن الإيمان المسيحي القويم، تمام. عين ديديموس مدير لمدرسة الإسكندرية بعد نياحة مديرها، صح. ظل ديديموس مدير لمدرسة الإسكندرية لمدة 52 سنة، صح. لقبت الكنيسة القديس ديديموس بالبصير، صح. يقضي ديديموس وقته يعلم الناس أسس الإيمان المسيحي، صح. كتب ديديموس 10 كتب فقط في تفسير الكتاب المقدس، لا ده كتب كتير. أصبح ديديموس يعلم الناس حتى لقبوه بالنبي، صح. قال له الأنبا أنطونيوس عيناك تشبه عيون الملائكة، صح. تنيح القديس ديديموس عن عمر 19 سنة، لا طبعا غلط. تنيح القديس ودفن في الإسكندرية، صح. أوصانا الكتاب المقدس أن نعامل الكل دون تمييز، صح. رب يسوع مثل أعلى في التعامل باحترام ولطف ووداع، صح. نشكر الله على كل شيء أعطاه لي، طبعا صح. نشوف السلايد اللي بعد كده. هنكمل طبعا المحفوظات. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلا خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده كما الوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلا ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. كده احنا عملنا مراجعة شاملة على دروس شهر ديسمبر اللي احنا اخدناها من الدرس الثالث للدرس السابع من المحور الثاني في الترم الاول الصف الخامس الابتدائي. ربنا معاكم في الامتحانات. زي ما قلت لكم راجعوا مراجعة او اتفرجوا على الفيديوهات الاولانية بتاعت شهر اكتوبر ونوفمبر مع بتاع ديسمبر، يبقى كده انتوا عملتوا مراجعة شاملة على المنهج كله. ربنا معاكم في امتحاناتكم. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كونوا معافين في الرب. وجاي خانة بيت شويس.